اقرا بسهل. احنا وصلنا عند الفلسفة والدين. تمام. آه، مش هاي الشريحة؟ تمام. الشريحة اللي بعديها بحسام. هاي. تمام. مهم هنا نأكد على مسألة أنه اختلاف نظرة الدين إلى الفلسفة باختلاف الأديان والتيارات الدينية. ليست كل الأديان أو المعتقدات تنظر إلى الفلسفة بنفس الطريقة. أوكي؟ لهالسبب بنشوف أنه هناك بعض الأديان ترى بالفلسفة روح، والبعض يرفضها. طبعا يرفضها لأسباب مختلفة. على سبيل المثال احنا بنشوف انه البوذية والهندوسية هي كأديان فيها نوع من الروحانية والفلسفة. اوكي. لكن بعض الأديان الأخرى، وهنا مش أنا مع حدا ضد حدا، لا أبدا، المسألة مش هيك. ولكن بعض الأديان الأخرى، بعض المذاهب في الأديان الأخرى ترفضها. لكن هنا بنتحدث عن العلاقة بين الفلسفة والدين، وعلما أن الدكتور سابقا تحدث في اللقاء الثاني حول موضوع الفلسفة في الدين والدين. بعض الفلسفات أو بعض الأديان بنشوف أنه تتبنى الفلسفة. إيه، ليش؟ لأنه تستخدم كأداة لفهم أو تفسير مفاهيم دينية. كمان يمكن للفلاسفة الدينيين استخدام الفلسفة لتوسيع التفكير وتوضيح مفاهيم دينية معينة، وهذا بيساعد في عملية إثراء المعرفة والفهم الديني. كمان هنا بنحكي أحيانا عن الاندماج. على سبيل المثال، بعض الأديان يكون هناك تفاعل إيجابي بين الدين والفلسفة، حيث يمكن أن تعتبر الفلسفة وسيلة لتعزيز الفهم الديني وتعزيز الفكر العقلاني داخل إطار ديني محدد. ممكن تكون فيها نوع من الرفض. أنا بتحدث بشكل بعض التيارات الدينية ترفض الفلسفة بشكل عام، خاصة إذا كانت تعتبر أن بعض الآراء الفلسفية تتنافى مع المبادئ الدينية وتعتبر تحليلا غير مجدٍ للقضايا الروحية. فهنا بنشوف أنه رح يكون في رفض. كمان ممكن يكون في تأثير متبادل. يعني بعض الأحيان يكون هناك تأثير متبادل بين الفلسفة والدين، حيث يمكن أن تؤثر الأفكار الدينية على الفلسفة والعكس صحيح. هنا تعتمد نظرة الدين إلى الفلسفة على التيار الديني والتفسيرات الخاصة به. يمكن أن تكون هناك تباينات كبيرة بين مختلف الأديان والمدارس الفلسفية فيما يتعلق بالتقدير والتفاعل بين الدين والفلسفة. لهالسبب احنا حكينا أنه أحيانا بتكون هناك تبني للفلسفة، هناك اشتباك معها، تضارب وتعارض معها، هناك استخدام للفلسفة تحديدا في عملية تحليل الدين. ممكن يكون هناك اندماج، ممكن يكون هناك رفض، ممكن هناك يكون تأثير متبادل. ننتقل للي بعديها من فضلكم. أوكي. نيجي الآن لموضوع علاقة التربية تحديدا في التطرف. ننزل السلايد اللي بعديه حسام. آه العلاقة بين التربية والتطرف معقدة ومتداخلة، حيث يمكن أن تلعب عدة عوامل دورا في تشكيل وجهات نظر الأفراد ومواقفهم. مثل إيش؟ على سبيل المثال إحنا حكينا عن التعليم والمناهج. المناهج آه يعني بعرف إنه إحنا كلامنا الآن يعني مسجل وإحنا مسائلين. بنشوف إنه بعض المناهج التعليمية تحديدا على سبيل المثال مقرر الثقافة الإسلامية، أوكي، لما بيكون يحتوي بعض الأفكار الوهابية، بكون في عندي مشكلة في موضوع التقبل الآخر. وبالتالي هنا إحنا بنعزز الفكر المتطرف من خلال بعض المناهج الدينية، أوكي، اللي إحنا بنعلمها، وهذا بيتطلب إنه إحنا نعيد النظر والتفكير في هذه المناهج. كمان التأثيرات الاجتماعية، أوكي، كيف يتم تربية الأبناء للنظر للآخر المختلف عني. هو مختلف عني في إيش؟ في عقيدة، في فكرة ما، لكن إحنا بشر في الآخر. وبالتالي هاي التأثيرات الاجتماعية نتيجة عملية التنشئة والتربية الاجتماعية، أوكي، تلعب دور كبير في عملية الاتجاهات التطرفية. إذا هنا في عندي المجتمعات بشكل عام، وفيما بعد التربية الأسرية، الأسرة كيف تربي أبنائها في النظرة إلى الآخر. كمان الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أوكي، مدى الرقابة الوالدية على هذا النوع من الوسائل الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي، أوكي، لأنه
اليوم احنا صحيح احنا بنلمس انه في مش بنلمس احنا بنعاني من مسألة تقييد المحتوى الفلسطيني فيما يتعلق بتسليط الضوء على مجازر الاحتلال. اوكي. لكن يعني هذا يعني هذا النوع من السلوك يخدم مصلحة فئة ما على حسابنا احنا. لكن في لحظة من اللحظات مهم هذا النوع من الرقابة لما يكون يستخدم بشكل عادل. وبالتالي احنا كتربية، بتحدث عن الأسرة بشكل أساسي، يجب أن تراقب المحتوى الذي يشاهدوه أبنائها. أنا بدي أعرف ابني بيسمع على مين، بيشاهد لمين. أوكي؟ مين الشخص اللي بيتحدث وابني مهتم ويسمع له، لأنه كمان هذا بيخلق نوع من الاتجاهات المتطرفة. أوكي؟ الفقر والتهميش. الفقر، المجتمعات الفقيرة، المجتمعات المهمشة بتعاني من عقد ما يظهر لدى أبنائها كردة فعل عكسية، اتجاهات تطرفية تجاه الآخر، وبالتالي تؤدي إلى رفضه. كمان التأثير الديني مرة ثانية لما يكون في، أنا في الأسرة مهم جدا كمان أراقب وأوجه أبنائي توجيه سليم، حتى في مسألة المسجد أو الكنيسة أو أي مكان آخر. مهم ان الاسره يكون في مراقبه ومتابعه لسلوك ابنائها. اوكي، هذا فيما يتعلق علاقه التطرف. معلش هي الافكار كثيره، ولكن انا حاولت اختصرها قدر المستطاع. بدنا نتحدث الان عن عناصر التطرف. طبعا عناصر التطرف بشكل اساسي كيف يبنى او يظهر السلوك او الاتجاهات المتطرفه. احنا علمونا بعلم النفس في شيء اسمه مثلث التطرف. وهذا مثلث التطرف هو مثلث قاعدته الأساسية معرفية، والقاعدة المعرفية موجودة وين؟ عمليا بالدماغ، في جانب وجداني، وهذا الجانب الوجداني التفاعلي موجود بالقلب. وفي عندنا الجانب السلوكي، الجانب السلوكي الذي يترجم إلى سلوك. أوكي، ويتم ممارسته بشكل عملي. ننزل للشريحة مش اللي بعديها، اللي بعد منها أبو حسام، كمان وحدة. بدأ التوضيح كيف يتم بناء السلوك المتطرف، يعني الشخصية المضادة للمجتمع. هون تحديدا بنشوف إنه في عندي معتقدات اللي هي بنتحدث هون عن المعرفة. هاي المعتقدات موجودة بالدماغ، هي موجودة نتيجة تشوهات معرفية، أفكار مضللة بغض النظر إيش كانت، أيديولوجيات غير صحيحة أو صحيحة تم ترجمتها بطريقة غير مناسبة، وجدت بعقل الإنسان أو تم زراعتها بعقل الإنسان. هاي المعتقدات تؤثر على الوجدان، تؤثر على القلب. اوكي، هذا التأثير على القلب يؤدي إلى ممارسة سلوك ايش ماله؟ سلوك عنيف. هذا السلوك العنيف احنا بنسميه هو الفعل المضاد او المنافي للمجتمع. هلا احنا شفنا ايش هو مثلث التطرف وكيف بيتم بناء او كيف يتم تشكيل السلوك المتطرف، لكن كيف يتم تشكيل السلوك المضاد للمجتمع؟ حكينا المرحلة الأولى معتقدات، مشاعر أو وجدان، ومن ثم سلوك. لكن لما ينعكس باتجاه المجتمع بشكل عام بنشوف أنه العملية فيما بعد تتحول من سلوك ظاهر لوجدان لمعتقدات تنعكس على المجتمع، وبالتالي هنا تظهر عندي الشخصية السايكوباتية أو الشخصية المضادة للمجتمع. لهالسبب فيما بعد أنا حبيت أعرف التطرف بناء على ذلك. ما بدي الشريحة اللي بعدها اللي بعد منها أبو حسام. التطرف عبارة عن حصيلة جملة من المواقف والسلوكيات المنحرفة. إذن هو إيش؟ عبارة عن حصيلة جملة من المواقف والسلوكيات المنحرفة عن مسار السلوك الإنساني المعتدل والسوي، والناتج عن تشوهات فكرية واعتلالات وجدانية انفعالية. طبعا هذا التعريف الخاص اللي كان في رسالة الماجستير لمفهوم التطرف. وبالتالي هيك بيتم تشكيل الشخصية المتطرفة. حبيت أضرب مثال حول بعض أو نموذجين، وهذا يمكن يحصل نقاش جيد عليه، حول موضوع الاضطرابات النفسية وكيف بعض المدارس النفسية حللت هاي الشخصية. احنا في عندنا شخصيتين أنا حبيت أعرضهم تحت، اللي هي شخصية إسلام يكن وفضل شاكر. اللي بيعرف إسلام يكن هو شاب جامعي مصري، كان بيعيش حياة كثير رائعة وجميلة. إنسان كان كثير بيهتم بصحته، بمظهره، بحياته. كان أستاذ كمان لياقة بدنية، وكان عنده إعجاب شديد بجسده بصراحة. في المقابل أنا كان في عندي فضل شاكر. فضل شاكر كان مغني مشهور ولا زال. في لحظة من اللحظات
فضل شاكر كان تحول لإنسان متطرف وقاتل كمان. يعني هو مش بس، هو كمان قتل وشارك في القتال اللي حصل في لبنان. وبالتالي إيش السبب؟ هون نطرح سؤال: إيش السبب اللي جعل من إسلام كان شاب يافع، شاب بيهتم بحياته بمظهره، إنه يذهب باتجاه التطرف؟ كمان فضل شاكر هذا الإنسان اللي كان مشهور وناجح بحياته، ومرة واحدة راح باتجاه سلوكيات متطرفة. هذا التحليل اللي راح نعتمده الآن، أو حبيت أقدمه الآن، مرتبط بمدرسة التحليل النفسي لسيغموند فرويد. سيغموند فرويد تحدث عن منظمات الشخصية، وقال إنه الشخصية تتكون من 3 منظمات أساسية: هي الهو أو الاي دي، اللي بتمثل الرغبات والنزعات والملذات. وفي عندنا الانا او الايجو، واللي هي بتمثل الضمير. وفي عندنا السوبر ايجو، اللي هي الانا الاعلى الموجوده عند الانسان. لما بدنا نسقطهم على فضل شاكر فيما بعد، ننزل كمان شريحه ابو حسام اللي بعد منها، كمان. يعني حاليا بدنا نشوف هذا السلايد تماما. فضل شاكر في بدايه حياته كان بيعيش في مرحله الهو او الاي دي، مرحله الملذات، مرحله المتعه، مرحله الانبساط بالعربي. فضل شاكر تفاجأنا فيه مرة واحدة انتقل من الهو لوين؟ للأنا الأعلى، للسوبر إيجو. أنا ما شفت فضل شاكر في مرحلة متوسطة عند الأنا. أنا فقدت، أنا إنسان يعني بحب بعض الأغاني لفضل شاكر. مرة واحدة كان موجود هون، مرة واحدة شفته هناك، ما شفته بالوسط. وبالتالي السؤال: إيش اللي خلى فضل شاكر من حامل ميكروفون لحامل بندقية؟ اوكي، اكيد في مشكله. الانسان صحي مره واحده شاف انه حياته على سبيل المثال مش مناسبه، تتنافى مع معتقداته الدينيه. لكن انا بدي اسال سؤال: فضل شاكر من وين؟ اللي بيعرف ممكن حد يشاركني؟ من لبنان. لبنان. اوكي، فلسطيني لبنان، جميل، لبنان. أصوله لبنان، هو فلسطينية. لبناني، تمام. مش وين فلسطيني عايش؟ أصوله؟ لا لا، مش فلسطيني. وين عايش؟ لبنان. بنفس بقلب لبنان ولا؟ في مخيم عين الحلوه. أعتقد في مخيم عين الحلوة، صحيح صحيح. طيب، هذا الشاب اليافع اللي كانت حياته في البداية كانت صعبة في المخيمات، وعاش حياة الحرب الأهلية والفقر والجوع، أصبح غني مرة واحدة. أوكي، وفيما بعد انتقل من أقصى اليسار لوين؟ لأقصى اليمين. من حامل ميكروفون لوين؟ لحامل بندقية. السؤال اللي كان عند المختصين في عملية تحليل سلوك هاني فضل شاكر: إنه هل سيبقى على هذا السلوك؟ يعني بعض المحللين قالوا لا، حياة فضل شاكر ما كانت مستقرة. حتى تكون مستقرة لازم يكون في موازنة عند الأنا، هي المقياس، هي الميزان، هي بندول الساعة اللي بده يوازن بين الاي دي، حياته واحتياجاته ورغباته، وبين السوبر ايجو تبعه، الأنا الأعلى. وبالتالي مرحلة الأنا ما كانت موجودة عنده. اوكي، لهالسبب بعض المختصين اللي كانوا بيفكروا وبيبحثوا عن فضل شاكر قالوا فضل شاكر سوف يعود، لن يبقى باتجاه اقصى اليمين ابدا، سوف يعود. ليش؟ لانه مرحله الاي دي او الهو راح تكون مؤثره فيه تماما، مش راح تطلع منه. وبالتالي في لحظه من اللحظات راح يشتاق لحياته الاولى. اوكي، وهذا اللي حصل فعلا. شفنا مره واحده فضل شاكر سلم نفسه للامن اللبناني وقال: يا عمي أنا أخطأت، لكن أنا ما قتلتش، أنا أبصر إيش. وقدم، عمل أغنية لسيدنا المسيح عليه السلام بمناسبة يعني عيد الميلاد. ويعني شوفوا ليش، لأنه حياته يعني هذا التوجه من أقصى اليسار لأقصى اليمين ما كانش في مكانه. ليش؟ لأنه منطقة الآي دي أو منطقة الإيجو ما كانت موجودة. لهالسبب البعض بيشبه حياة هاني شاكر أو فضل شاكر زي بندول الساعة، مرة بتروح يمين باتجاه باتجاه يعني التعصب والتطرف، ومرة بدها تروح أقصى اليسار باتجاه حياته. أوكي، وبالتالي دائما في عملية البحث في حياة إنسان اتجه باتجاه التطرف،
لازم ندرس حياة هذا الإنسان. إذا درسنا حياته بيكون من السهل تماما علينا إن إحنا نتوقع مستقبل هذا الإنسان ونتوقع كمان سلوكه. إسلاميا كان نفس القصة. إسلاميا كان مرة واحدة هو كان في أقصى الآي دي، مرة واحدة راح لوين؟ لأقصى اليسار، راح لأقصى اليمين، تمام؟ صار متطرف. لكن إسلاميا كان لم يسلم نفسه، ولكن انتحر. انتحر في سوريا. اوكي، ننتقل للموضوع اللي بعديه، التطرف والمصطلحات الدينية. دائما لما بنتحدث عن التطرف مش لازم ننسى بعض المصطلحات الأخرى. على سبيل المثال التعصب، الغلو، الدغمائية. لما بتحدث عن التعصب هو تعصب الإنسان ل أفكار معينة، أوكي، برفض عكس هذه الأفكار. لما بتحدث عن الغلو بتحدث عن مجاوزة الحد المقبول. يعني الغلو أكثر دائما بيكون في القضايا الدينية والعقائدية. لكن لما بتحدث عن الدغمائية بتحدث عن الجمود، عدم تقبل أي شيء آخر. خلص الموجود في هذا الدماغ وما في شيء غير الموجود في هذا الدماغ. فهي إحدى المصطلحات كمان المرتبطة في موضوع التطرف، زي التعصب والغلو والدغمائية. ننتقل لمظاهر التطرف. التطرف له مظاهر عديدة، ولكن أبرز ما يميز المتطرفين هي العزلة. إيش يعني العزلة؟ العزلة عن المجتمع. مرة ثانية، مظاهر التطرف بالنسبة للمتطرفين متعددة، لكن أنا حبيت أأكد على مسألة العزلة عن المجتمع. هلا معظم المتطرفين بيعيشوا في مجتمعات بيرفضوها. ليش؟ لأنه هاي المجتمعات بيعتقدوا إنها مجتمعات يعني هي مخالفة لمعتقداتهم الدينية والفكرية، فبيرفض الحياة في هذه المجتمع. على سبيل المثال احنا بنشوف انه، على سبيل المثال الاخوان المسلمين عند نشأتهم لانهم رفضوا المجتمع المصري كانوا بشكلوا زي حاضنات اجتماعيه بيعيشوا فيها على تلال الجبال او على الهضاب حوالين القاهره، بشكل مجتمع خاص فيهم ديني بيمارسوا فيه عاداتهم، طقوسهم، حياتهم، تدريباتهم او ما شابه. على سبيل المثال بعض الطوائف المسيحية اللي كانت موجودة في أمريكا كانت تعزل حالها اجتماعيا، فبيطلع قس أو شخصية معينة صاحب فكرة معينة بياخذ مجموعة بشكل طائفة دينية خاصة فيه. فأبرز ما يميز، حتى على سبيل المثال حالة احنا بنعيشها تحديدا مع المستوطنين اليهود الموجودين عندنا في فلسطين، فبنشوف كمان انه المستوطنين ما بيعيشوا، حتى وان كان مشروعهم هو استيطاني استعماري، اوكي، ولكن بنشوف انه المستوطنين ما بيعيشوا في التجمعات المدنية العلمانية داخل إسرائيل. بنشوف إن لهم مجتمعات خاصة فيهم، بسموهم الحرديم، بسموهم يعني شو ما كانت هاي التسميات. فبنشوف تجنب المتطرفين المنكرات التي تمنع جوانب المجتمع وحمايتهم من أن يشاركوا في نهج الحياة اللي هم موجودين فيها، فبيرفضوها. فبفضل أنه يكون بعيد عنها، يكون مجتمع خاص بهم تطبق فيه أفكارهم ومعتقداتهم. هذا أبرز ما يميز المتطرفين، أنهم بيحاولوا يعيشوا في تجمعات منغلقة على نفسهم، بيرفضوا فيها الآخر، بيعتقدوا أنه الاختلاط بالآخرين هذا على سبيل المثال في نوع من الكفر، في نوع من التنازل عن المبادئ والثوابت الدينية. ننتقل الآن لأسباب التطرف. يعني أسباب التطرف متعددة، لكن في عدة أسباب أساسية تعتبر على سبيل المثال أسباب عقائدية دينية. يعني عفوا الجهل بأبعاد وحقيقة بعض المعتقدات وتفسيرها تفسيرا خاطئا، وبالتالي تفسير القواعد الدينية والنصوص الدينية يؤدي إلى سلوك متطرف. أبعاد اجتماعية، على سبيل المثال ردود أفعال اجتماعية، التربية الأسرية، غياب القدوة الاجتماعية، الظلم والاضطهاد كذلك يؤدي إلى التطرف. ردود أفعال اجتماعية على حالة قهر، التربية الأسرية التي تعزز النزعات التطرفية، غياب القدوات الاجتماعية الناصحة المؤثرة اجتماعيا في المجتمع التي تعزز أو تؤكد على مبادئ السلم وما شابه، الظلم والاضطهاد التي تمارس بعض الحكومات، بعض الأنظمة كذلك يؤدي إلى التطرف. أما فيما يتعلق في البعد المعرفي، انعدام الاهتمام بالنقد والتفكير والحوار البناء في مجال التربية، الأسرة، المدرسة، كل هاي الأمور تؤدي إلى التطرف. لكن الأسباب الشخصية بدنا نتطرق لها في السلايد اللي بعديه. أوكي، بالأسباب الشخصية أنا بتحدث عن الإنسان نفسه. أوكي، الاعتداد بالرأي.
أنا رأيي أنا، بس أنا اللي بفهم، أنا اللي بعرف، وغيري لا. آه، النشأة والتربية على التحريض ضد الآخرين، يعني اللي تربى عليها الإنسان كمان بتدخل في إطار الأسباب الشخصية. التفكير غير الناضج في التعامل مع المخالف مهما كان. اوكي. النظرة الدونية للنفس واستعمال وسائل دفاعية ناضجة، من ثم السعي لإثبات الذات دون التفكير في المآل، ضيق الأفق في النظرة إلى المخالف، وبالتالي كل هذه الأسباب تؤدي إلى التطرف. أشكال التطرف حكينا أنه هي أشكال مختلفة، بنذكر منها التطرف الفكري. بالتالي احنا بنتحدث عن التطرف الفكري، بنتحدث عن مجموعة المعتقدات الفكرية. لا، خلينا على السلايد الأول أبو حسام، لأنه أنا بحاول يعني أختصرهم بهذا الشكل أسهل. لما بتحدث عن التطرف السياسي، بتحدث عن التطرف على سبيل المثال الصهيونية الدينية، النازية. هاي الايديولوجيات السياسية تؤدي إلى السلوك التطرف. التطرف المظهري، نشوف بعض الأشخاص بتطرفوا على سبيل المثال في المظهر والشكل تبعه. اوكي. فبنشوف انه ملابسهم على سبيل المثال بتكون طويلة، لحاهم بتكون طويلة، ما بيهتموش كثير بمظاهرهم. فهذا نوع من التطرف المظهري. التطرف، لما بتحدث عن التطرف الديني، احنا تحدثنا فيه مطولا التطرف الديني فيما يتعلق في موضوع المعتقدات الدينية وترجمتها باتجاه الآخر، ومن ثم التطرف الاجتماعي. اوكي. آخرا أنا بدي أختم هون، وبعدين نروح لسؤالنا الأساسي: مؤشرات التطرف والانحراف الفكري. بتحدث عند مين؟ عند الأفراد. أوكي. سهولة اتهام الآخرين بالكفر. إحنا تربينا في مجتمع فيش أسهل من إلصاق له يعني تهمة الكافر بالآخرين. أوكي. يعني أنا في لي صديق، هذا الصديق بيشتغل خياط. أوكي. فيوم حدا من رجال الأمن جاي بده يكيف عنده بدلة، فدخل إحدى المواطنين العاديين الذي لا يحمل مؤهل حتى لا يحمل الثانوية العامة، فشاف هاي البدلة قال له: دير بالك أنت بتكفر. قال له: ليش؟ قال له: لأنك أنت بتساعد الفئة الضالة، هذول كفار. يعني إلصاق تهمة الكفر بالآخر هاي سهلة جدا في مجتمعاتنا. فأسهل شيء تحكي عن حدا إيش ماله؟ كافر. تكفير الحكومات ورجال الأمن واستحلال قتلهم. اللي قرأ كتاب معالم في الطريق لسيد قطب بنشوف انه حتى في هذا الكتاب يعني يبيح قتل رجال الأمن بحجة أنهم يعملون مع هذه الحكومات لمجرد اختلافهم معها. فعملية تكفير الحكومات، إحلال قتل رجال الأمن، يعني هاي إحدى من السمات اللي بنشوفها تحديدا عند بعض المتطرفين. التحريض المستمر ضد جماعات وفئات مخالفة في الدين أو المذهب. كفار هدول. طب ليش يا أخي كفار؟ طب ماذا تعني كلمة كافر؟ وبالتالي يعني عند هاي النقطة اسمحوا لي أسأل سؤال. يعني هل كلمة كافر يعني قصد فيها رب العالمين التحقير أو الدونية؟ طب إذا قال رب العالمين قصد فيها التحقير أو الدونية، ليش خلقهم؟ يعني حتى كلمة كافر باللغة بالمعجم هي المنكر، لكن لا تحمل أي معنى تحقيري لا سمح الله، ولكن استخدام كلمات معينة في سياقات اجتماعية أو لفظية معينة يؤدي إلى تشويه المعنى، وهذا ما يحصل عند البعض. انتقاد العلماء وتكفيرهم وتفضيل علماء متطرفين عليهم. يعني أنا لما بشوف يعني هنا يمكن أنا حابب كمان أوقف عند جزئية معينة عند الفرق بين علماء الدين ورجال الدين. هو في فرق بين علماء الدين ورجال الدين؟ أكيد في فرق كبير. أنا ما بآمن إنه في شيء اسمه رجال الدين. أنا عندي شيء اسمه علماء الدين. رجل الدين هو رجل الذي درس الدين، درس الشريعة الإسلامية، درس الإنجيل. هذا رجل دين، هذا رجل درس وتعلم الكتب السماوية. أوكي. وبالتالي هو متخصص، هو القادر على التحليل أوكي والحكم. لكن من هو رجل الدين الذي سيدافع عن الدين؟ الدين مش بحاجة للرجال يدافع عنه. الدين بحاجة لعلماء يقدموا الدين بطريقة سليمة وصحيحة تقنع فيه الآخر
تقرب فيه الآخر من الآخر، ولا أن تنفر الآخر من الآخر. على سبيل المثال هجرة المساجد لكون الخطيب أو إمام المسجد معينة من قبل الحكومة مواليا لها. يعني عدم المؤاخذة، اللي بروح يصلي بالمسجد هو راح يصلي لله ولا للإمام؟ يعني إحدى المشاهد اللي يعني أنا كثير تحفظت عليها مغادرة المسجد من قبل بعض المصلين لمجرد إنه مفتي الديار المقدسة أو المفتي علماء فلسطين مش عارف شو اسمه طلع على المنبر. يعني طب ليش خرجت؟ طب هذا يوم الجمعة أنت رايح تصلي، رايح تصلي لمين؟ للإمام؟ هلا انا يعني انا ما مش رح اناقض نفسي، لانه في لحظه من اللحظات انا مش كثير بكون راضي عن اللي بسمعه بالخطبه، لكن هذا مش مبرر لي انه انا اغادر المسجد بهذا الشكل امام الاخرين. فبنشوف انه البعض بغادر المسجد لمجرد انه شاف امام، هذا الامام بيتبع حكومه بيمثل نظام ما. هاي احدى المظاهر السلوكيه التي تدل على التطرف. الفرح بالعمليات الارهابيه للجماعات المتطرفه واعتبارها انتصارا لله ورسوله. اوكي، يعني هلا انا ما بدي اخلط الحابل والنابل واحكي عن الشيء الموجود عندهم، لكن ولا لحظه من اللحظات انا بقبل اي عمل ضد اي مواطن انسان عادي بغض النظر مين كان هذا الانسان. وبالتالي الفرح لقتل اي انسان هو مدني، اكيد هذا الشيء انا برفضه، مش راح اتقبله. فبنشوف انه البعض هذا انجاز كبير. هذا كلام، هذا احدى مؤشرات السلوك المتطرف. اللي بدي اعتبار ضلال الفئات المخالفة لمعتقدات سبعا كافيا للقتل بجميع الوسائل. ويمكن احنا تحدثنا سابقا دكتور رياض في مسألة الفتاوى ابن تيمية وفيما يتعلق في موضوع يعني فاعل الكبيرة وفاعل الصغيرة يستتاب ثم يقتل، يستتاب ثم يقتل. وبالتالي يعني هاي المعتقدات والتفسيرات كمان تدخل في هذا الإطار. اعتبار دعوات التعايش مع الآخر المختلف مؤامرة على الإسلام وتهديد. على سبيل المثال التشدد اتجاه أهله خاصة النساء. يعني هلا في فرق كبير بين انه الانسان يكون حريص اتجاه الاسره والمراه بالاسره، وفرق انه يكون متشدد في عمليه الدفاع عن الاسره. احنا كلياتنا اكيد بنحترم اخواتنا وبنحترم بناتنا وما شابه، لكن تصل الى مرحله التشدد والقتل والاضطهاد راح يكون في عندنا مشكله، وهي احدى مظاهر التطرف. اعتبار مناهج الدين الحكوميه متساهله ومفرطه في نقل تعاليم الدين الصحيح. الشعور بالغرابة وتكرار ذلك على اللسان، وأنا غريب في هذا المجتمع، أنا مش قادر أنسجم مع هذا المجتمع. ليش؟ لأنه هذا مجتمع كافر. يعني هذا الشعور، أوكي، نتيجة أفكار معينة معتقدات معينة برفض فيها المجتمع، بعد رفضه يؤدي إلى تكفير هذا المجتمع. لبس الملابس المختلفة عن المجتمع كالعمامة أو إلى آخره. يعني كثير من النقاط اللي موجودة هون وأنا اختصرت جزء كبير منها، اوكي، هي مؤشرات على التطرف. هيك انا بكون خلصت المحاضرة المختصرة اللي انا ودوشتكم فيها، وبدنا نرجع للسؤال الاساسي اللي انا حكيت انه احنا ممكن نفكر فيه بشكل جماعي. ما هي افضل السبل لمواجهة مكافحة التطرف؟ شكرا ويعطيكم العافية. شكرا دكتور سعيد، يعطيك الف عافيه على معلش التقديم. احكي لا اكيد رح معلش احكي بس شغله. تفضل. ثواني بس، ثواني مريانا، اول ثواني. شيء سعيد يعطيك العافيه، كثير بتجنن المحاضره وانت تحكي ذكرتني بمواقف بتصير معي، فبحب اشارككم فيها قبل ما نروح للسؤال. تفضل. تفضل. لا كثير انت ذكرت قديش التربيه مهمه وهاي ثقافه يعني احنا بنعلمها لاولادنا وبتخلق اتجاهات فكريه عندهم. كتير أنا بواجه مواقف بالشغل، هي مش عارفة إذا بتضحك يعني، بس إنه مثلا كتير بساعد ناس، فبتذكر إنه كتير بلاقي بيحكوا لي إنه طلعي هي أنت مسيحية وساعدتينا. يعني هاي الجملة كتير بسمعها. وأكتر جملة هيك بتضحكني إنه في واحدة ختيارة فحكت لي مرة إنه أو مثلا قبل الختيارة إنه كتير بنسأل إنه بصروا إذا ساعدت حدا إنه يسألوني أنت مسيحية، يعني إنه لابس الصليب بس إنه يعني مش هين لهم انه انا مسيحيه انه حرام. فكتير انه يجربوا يقنعوني انه حرام انت رح تروحي على النار، فكانوا كتير حزنانين علي. يعني هاي الفكره موجوده. ومره ختياره ساعدتها فبتحكي لي انه طلعي هي انت مسيحيه وساعدتيني، اما العرب المسلمين ما ساعدونا، يعني كانه المسيحيه مش عرب. ففي كتير افكار موجوده يعني بتلاقيها في مجتمعنا، مرات تطلع هيك بتوقف عندها بتحكي قديش التربية وكيف إحنا بنخلق أفكار عند الناس وكيف انعكاسها
لما بيتعاملوا مع بعض. فما بعرف، حبيت أشارككم بهاي الشغلة، يعني بأكد على الحكى سعيد. شكرا ميرنا. يعني عمليا ميرنا، أنا لما بدي أضرب مثال، يعني في بعض المجتمعات اللي بشعر اللي فيها نوع من التنوع الثقافي، نوع التنوع الثقافي من حيث الدين، بنشوف انها مجتمعات اكثر تحضرا وتقدما من مجتمعات اخرى. على سبيل المثال لما انا بتحدث عن مدينه الناصر، مدينه الناصر تعتبر احدى منارات العلم والفكر والثقافه عندنا في فلسطين. اوكي، بتحدث عن فلسطين التاريخيه. ليش؟ لانه في نوع من التنوع الديني والثقافي الموجود فيها. في عندنا اسلام ومسيحيين، وفي عندنا دروز ووهابيين وما شابه. هذا النوع من التنوع الثقافي بيؤدي لكسر الحواجز الفكرية المغلوطة الموجودة بين الناس، لأنهم متعايشين مع بعض، بيعرفوا بعض، في اتصال وتواصل فيما بينهم. لهالسبب هذا النوع من الحواجز مش موجود. لكن لو جيت على سبيل المثال مجتمع زي مجتمع قلقيلية، مجتمع مدينتي اللي هي المدينة اللي أنا بعيش فيها، قلقيلية كلياتها مسيحيين، 99 عفوا مسلمين، 99.9% من أهالي قلقيلية هم مسلمين. وبالتالي مش سهل عملية اندماج أي حدا تاني في هاي المدينة بشكل مرن. فبنشوف دائما المدن اللي فيها نوع من التنوع، الناصرة، نابلس، بيت لحم، وهلم جرى، هاي بنشوف انه اكثر انفتاحا واكثر تواصل. لهالسبب لو سالتي هاي الحج، سالتي هذا السؤال، انت من وين؟ من فلسطين. فبدها تكون من احدى المناطق اللي بتعيش بشكل مفرد من حيث النوع الثقافي. تمام. صح، أنا كلامك صح. شكرا ميرنا. أستاذة نادية، إذا بتحب تعيدي السؤال مرة ثانية عشان نبلش ناخذ أسئلة. باقي إحنا للقاء الثاني 6 دقائق، ناخذ أسئلة وإجابات جزء أول، ثم بننتقل بعدها للجزء الثالث في النقاشات. تفضل أستاذة نادية. يعطيك ألف ألف عافية دكتور سعيد. كلام رائع، تقديم رائع، عن جد مدرب. الصوت واضح؟ الصوت واضح، الصوت واضح. تمام طيب. تمام. في السؤال الأول اللي أنا حكيته في إحدى السلايدات الأولى، اللي شو الفرق بين شو حاجة التطرف والدين والتفكير الديني، يمكن أو مش عارف الديني شو في والتطرف. هي. وأنا لفت نظري ليش مكررها زي هي مكررة، ولا في فرق بينهم في إحدى السلايدات اللي في الأول؟ هذا تمام واحد. تمام. هذا كان اثنين، بالضبط حسن في صار العلاقة. عندي تمام، يعني تفضل. حسيت يعني مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، لأنك حكيت شغلات كثير مهمة، بس أنت حكيتها بسرعة بسرعة بسرعة، سلكتها سلك، يعني رغم إنها كل واحدة منها عن جد بدها تمعن. كلام كثير رائع. هل حزب التحرير مثلا ممكن نقدر نشرحه على هاي الشريحة، إنه من الناس اللي هم يعني متطرفين، ومن الناس اللي قولبوا حالهم في مجتمع لحالهم، وصاروا قدر المستطاع بيحاولوا ما يحتكوش في الآخرين، ويعتمدوا على حالهم كفئة متطرفة بعيدة عن المجتمع، وصارت بتكفر كل شيء، حتى بتكفر الأطراف الدينية الأخرى، الجماعات الدينية الأخرى. هذا واحد. الشغلة الثانية كمان، هل الموضوع التطرف بقدر مرات أربطه في موضوع التعود أو الروتين؟ يعني أنت في سلايد من السلايدات حكيتها، بس يعني عرضتها، مش متذكرة أني فيهم حسيت أنت بتحكي كأنك بتحكي عن روتين، إنه خلص أنا متعود على هذا الشيء، أرفض أي تغيير. وكأنه يعني قديش أنا بتربى على تقبل الآخر، ببعد عن التطرف. بس قديش أنا بيكون عندي مشكلة إنه في موضوع خلص ما بحب أغير، ما بحب أجدد، ما بحب خلص روتين، هو ما بتقبل. فقد يكون هذا جزء من اللي ممكن يقودنا للتطرف، سواء تطرف ديني، تطرف أخلاقي، تطرف في أسري، في أي نوع من أنواع التطرف. وشكرا كثير. كان نفسي أحكي كثير، إنه شغلت بس يعني ما بدي أخذ وقت. خيتم حسن، يعطيك العافية، شكرا. يعني السؤال الأول كان مرتبط في العلاقة بين الفلسفة والتطرف، وأنا تطرقت يمكن ل4 نقاط أساسية، اللي هي أولها الإرهاب والدين، وآخرها الفكر الديني المتطرف. لما بتحدث عن الإرهاب والدين بدنا نحط إشارة حمراء تحت كوسيلة لتبرير أعمال العنف. أوكي، استخدام الفرد التفسيرات الدينية المتطرفة لمفاهيم الدين أو للمفاهيم الدينية
كوسيلة لتبرير أعمال العنف. أنا ليش قتلته؟ لأنه كذا كذا. إن تنصروا الله ينصركم. طب شو بدي لازم أقتله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب شو مبررات التغيير؟ أتخلص من الآخر. فاستخدمها كوسيلة لتبرير أعمال العنف أو تكفير المجتمعات على سبيل المثال. الفكر الديني المتطرف أو الفكر الديني بتحدث عن تفسير النصوص الدينية بحيث تؤدي إلى فهم متطرف. يعني أنا ليش فهمتها بهذا الشكل؟ لأنه التفسير ما كانش سليم. التفسير ما كانش سليم، فالفهم مش راح يكون سليم، راح يؤدي له سلوك. على سبيل المثال يعني زي الجهاد الفرق ما الديني. بين النظري والعملي. لهالسبب حسن فيما بعد تحدثت عن الفكري، اوكي، والوجداني والسلوكي. تمام؟ فكر، وجدان، سلوك يؤدي الى فعل. اوكي. لهالسبب الاولى انا بررتها من حيث انه في فتوى او في تفسير ديني بيقول انه انا لازم اعمل 1 2 3. اوكي. اعتمد التفسير. الثانيه اعتمد الفهم. اوكي. هلا فيما يتعلق حسن في موضوع انا ما بدي احكم على حدا. احنا انا ما بحكم على حدا الا من خلال الفعل الممارس. اوكي. هل الحزب مارس اي فعل عدوان تجاه الاخرين حتى الان؟ لا. قتل؟ لا. ذبح؟ لا. كفرنا؟ التكفير للآخرين هذا بحد ذاته عنف أو عدوان. نعم. كفر؟ نعم، يكفر. تمام. مارس الفعل؟ ما مارسش الفعل. لهالسبب مهم جدا يعني في هاي الجزئية نتابع أبنائنا. هذا اللي بقدر أحكيه بالنسبة للحزب. لكن هل هو فعل يعني حزب تكفيري لا سمح الله؟ أكيد لا، الحزب مش هيك. طيب إمتى بحكي إنه أصبح حزب تكفيري أو حزب لا سمح الله إرهاب؟ لما بيمارس فعل بيقتل فيه الآخر، برفض فيه الآخر. ورفض نعم، لكن قتل؟ ما مارسش القتل. بيعيشوا بتجمعات خاصة فيهم؟ لا، بيعيشوش بتجمعات خاصة فيهم. ممكن يصلوا في مساجد خاصة فيهم، اوكي، مسجد او مسجدين، لكن هم مش عازلين حالهم عن الآخرين. فبنشوفهم عمليا. حتى يا ابو حسن معي احنا يوم العيد، بتعرف هي طقوسنا احنا عاداتنا يوم العيد لما بنكون في الديوان ابو حسن، بنشوفهم انهم اجوا جماعه واحده ولفوا على جميع الدواوين، هنوا الكل بمناسبه عيد الاضحى المبارك. فهم في تنظيم متطرف؟ لا، صعب احكم عليهم. هلا نيجي لمسألة الاعتياد. أنا صعب أفسر الموضوع إنه الاعتياد ما بسميه اعتياد، بسميه هو رفض وإنكار للآخر، رفض لتقبل أي فكر جديد بيهدد معتقدات الفكرية. أوكي؟ هذا بيدخل بالتطرف، يدخل في التطرف الفكري تحديدا. لهالسبب حسن احنا صنفنا في عندنا تطرف فكري، في عندنا تطرف سياسي، في عندنا تطرف على سبيل المثال مظهري او شكلي او الى اخره. فالتطرف اشكال، لكن ايش هو اخطرهم لما يترجم لسلوك على ارض الواقع. يعني هل الانتقال من النقيض إلى النقيض بدنا نقول بسبب تغيرات فسيولوجية أو أسرية أو ضغوطات أو هو ما يقود إلى التطرف مثلا، زي يعني التغير هذا يعني اللامحدود زي ما صار مع فضل شاكر من إلى. طبعا حسن في مجموعة ظروف موضوعية بتدخل في الموضوع، يعني في مؤثرات. يعني على سبيل المثال فترة الثورة السورية احنا بنتحدث عن كل هاي المظاهر المتطرفة ليش ما هو ظهرت ليش فترة بصير مع الثورة شخص السورية. وشخص لا؟ تمام. جماعة